في قلب شركة إنتاج مجموعة من المحترفين، بس الواقع خلاهم أقرب لفرقة مسرحية، والأحداث اللي بينهم أقرب لمستشفى المجانين. أنا عايز التسليمات في ميعادها. بس عمره ما استلم حاجة في ميعادها، بيتعامل مع الموظفين كأنهم ولاده، محترفين مش قادر يمشيهم، ومجانين ومش طايقهم. مين شال عصير الماتشا بتاعي؟ بتحب الألوان وبتكره البني آدمين اللي بيقترحوا تعديلات. هو أنا لو قدمت على إجازة يا ترى هيتوافق عليها ولا هتترفض عشان احتياج العمل؟ يفكر ويقترح ويقترح ويفكر، ووقت التنفيذ كله بيهرب. أشطر الشاطرين ولمساته ممتازة، بس بيحب النوم أكتر من الأهل. أنا مش هسكت المرة دي. لو شغلك مش حلو استعد للحرب. العميل ده بيهبد، بس هنهبد معاه. ما بين العميل والفريق بيعيش دور الوسيط في صلح عائلي. أنا مش مصوراتي، أنا بخلد لحظات. بيشوف الحياة بلقطة زاوية 45. مفيش نظام يعني مفيش إبداع. بتحاول تنظم أي حاجة وكل حاجة، وغالبا بتفشل. يا دنيا يلي بتدي وتمنع، أنا زي الساندوتش دايما بيتقطع، نص جبنة ونص طماطم. مواعيده مش مظبوطة، لكن قلبه كبير وكلامه غريب. كل يوم مغامرة، كل لحظة أزمة، بس لما يجتمعوا يطلعوا حاجة عبقرية جدا أو فوضى تضحكك جدا. استنوا تشوفوا حلقات مسلسل يا أولاد الشركة.